ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، بمناسبة طبعا شهر رمضان الكريم. يا رب دايما ينعاد علينا يا رب بالخير واليمن والبركات. كل سنة وكل حبايبنا واهلنا واصحابنا كلهم بخير. بصوا بقى يا حبايبي، ماما قالت النهارده طبعا بقى ايه، رمضان داخل يبقى لازم قرص طريه. القرص الطريه دي يا حبايبي بتنفع جدا جدا في السحور، بتبقى حلوه قوي. دلوقتي يا حبيبي ماما هنا جابت ايه، ميه دافيه، شويه ميه دافيه كده صغيرين. حطت عليهم ايه، حطت عليهم 3 معالق سكر كبار، وحطت عليهم 2 باكت خميره فوريه، وتسيبهم ايه ينشطوا شويه مع بعض. خلاص. وطبعا الميه اللي هي بتحطها لازم طبعا تكون ميه دافيه، ما تكونش سخنه، عشان لو سخنه هتموت لك الخميره. تمام، لازم تكون ميه دافيه. وتسيبهم ايه كده شويه لحد ايه ما الخميره تنشط. دلوقتي بقى حبيبي ماما معاها هنا 2 كيلو دقيق، حطت عليهم طبعا شويه ملح. طبعا التمليحه بقى يعني انت وذوقك في الاكل طبعا. ومعانا هنا طبعا ايه يا جماعه، لبن. طبعا اللبن ده ملهوش معيار، لان انتوا عارفين طبعا كل نوع دقيق بيختلف عن التاني، لان في دقيق بيقبل طبعا ايه لبن غير التاني. تمام. بص يا حبيبي، اللبن ده ماما كانت مدوبه فيه قشطه، كانت قشطه اللي هي البقري، عشان كده تلاقي لونه ايه اصفر شويه. تمام. وهنا بقى ايه، بعد ما الخميره ايه زي ما انتوا كنتوا واخدين بالكم كده بدات تطلع فقاقيع كده، يبقى كده الخميره خلاص بدات تنشط. فماما نزلت عليها على طول بقى ايه على الدقيق، وتفضل بقى ايه تعجن تعجن تعجن. إيه، بص يا حبايبي، انتوا ايه, الماده الدهنيه طبعا انت بتستخدميها زي ما انت عايزه. انا ماما مستخدمه الماده الدهنيه دولت كوبايتين 2 زبده صفرة على قشطه، وكوبايه كمان زيت. انتي بقى حابه تستخدمي مثلا ايه سمنه بس او زبده بس، دي حاجه ترجع لك. تمام. ماما بقى ايه بتفضل تعجن فيها حلوين لحد ما ايه ما تلم العجينه كله، وتلم الدقيق كله كده في العجينه زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بتنزل بقى ايه بالزبده والقشطه والزيت اللي هي مسيحاهم على بعض دول تدريجي كده. وتفضل بقى ايه تعجن لحد ما تدخل الماده الدهنيه جوه العجينه كلها. طبعا هي طريقتها سهلة وبسيطة جدا جدا جدا، وتبقى تحفة جدا يا جماعة. هتشوفوا في الاخر قد ايه هي جميلة روعة جدا. طبعا انا اكلت منها بقى لما شبعت. طعمها حكاية، جربوها بجد هتحبوها قوي. زي ما انتم شايفين كده ماما بتعجن هنا العجينة كويس جدا لحد ما تدخل كل المادة الدهنية اللي هي حطاها جوه العجينة. وهي على فكرة هي مش هتحتاج كده خلاص مادة دهنية ولا لبن تاني، لان هي كده العجينة معاها جميلة جدا جدا. ولازم هي ماما هنا بتوريكم العجينة، لازم العجينة تكون ناعمة. خلاص، لازم تكون فيها نعومة كده، متبقاش يابسة ابدا. تمام. بوريكم هنا الحبة اللي اتبقوا مش هنستخدمهم تاني خلاص. طبعا هنا بقى ماما هتغطيها وتسيبها تخمر. هنا كانت بعد ما خمرت بقى هنا خلاص. هنا بقى ماما هتقطعها او تكورها. طبعا انت بتقطعيها بقى وتكوريها الحجم اللي انت عايزاه. يعني مثلا في ناس بتحب القرصه بتاعتها كبيره، تحب القرصه بتاعتها صغيره. هي ماما بتحب دايما تعملها وسط. خير الامور الوسط في كل حاجه. بجد بتبقى شكلها حتى رقيق كده، وهي وسط وصغننه وحلو. براحتك انت بنتي وذوقك طبعا. طبعا هي بقى هنا بتقطعها. طبعا احنا يا جماعه بعد ما نقطعها بقى ماما هتقطعها كده وتملي الصينيه زي ما انتوا شايفين. لازم بقى نسيبها ترفع شويه. ليه؟ يعني مثلا مده 5 دقايق كده ولا حاجه. كل ما تسيبها ترفع شويه كل ما هتبقى حلوه كده في الفرد في ايديكم وانتوا بتبططوها زي ما انتوا شايفين كده. ماما هنا كانت طبعا عامله حبه كده قدامها، هتعمل معاكم دلوقتي برضو واحده كمان. زي ما انتوا شايفين كده القرص هنا رفعت شويه. هي بتحب دايما تسيبها ترفع يا جماعه كده لمده 5 دقايق كده ولا حاجه. زي ما انتوا شايفين كده في ايديها العجينه بتبقى سلسه وناعمه كده وبتتفرد تحفه جدا زي ما انتوا شايفين كده. وهتحطها بقى على السيجون الحلوه دي. عشان بقى هندخلها في الفرن. شايفين هنا بقى ماما مدخلها في الفرن. بصي يا حبايبي درجه الحراره بتاعتها بتبقى متوسطه مايله للعاليه. خلاص، ما بتبقاش درجه حرارتها هاديه ابدا. هنا بقى كانت خلاص القرص كلها بقى هنا استوت بسم الله ما شاء الله عليها. شايفين تحفه قد ايه وطريه. وماما بقى هنا بتوريها لكم قد ايه هي جميله. وهتفتح بقى واحده معاكم دي يا جماعه بقى تعملوها سندوتشات حتى في الايام العاديه تحفه جدا. متنسوناش بقى يا حبايبي في اللايك والاشتراك في القناه والكومنت بتاعكم الجميل اللي زيكم اللي بيشجعني جدا جدا. متنسوش اللايك. مع السلامه.